أنا سعيد جدا بالتواجد هنا في مدينة بني ملال لثاني مرة بعد مضي 33 سنة. كنت زرتها مع والدي رحمه الله، واليوم أزورها وأنا بين ظهران جامعتها، جامعة السلطان مولاي سليمان. بالنسبه لملف الصحراء المغربيه، انا اتمنى وكنت قلتها في المداخله اننا ما نلحقوش 2030 تكون القضيه قد تم طيها على مستوى الامم المتحده. وفعلا دخلنا في المنعطف الاخير، لان التطورات التي وقعت في السنوات الاخيره تؤكد على ان ما غاديش نعيشوا 50 سنه اخرى فيما يخص هذا الملف، ونحن على مشارف الذكرى ال50 للمسيره الخضراء. اعتقد ان ممكن جدا قبل 2030 نتخلصوا من هذا الكابوس الذي يؤرق كل منطقة شمال افريقيا. الرجوع او بناء علاقات جديدة بين اسبانيا والمغرب كان من بين الاوراق اللي تم. نحن لم نطلع على ما دار من مفاوضات، لأن يبقى امور سرية بين بلدين، لكن المؤكد ان الانفراج اللي وقع في 2022 بعد أزمة 2021 واللي كان في 2023 الإعلان عن تنظيم مونديال ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، أعتقد أن كرة القدم لعبت دور كبير في أن تؤثر على العلاقات بين بلدين جارين، وهذا يؤكد على أن مونديال 2030 خدم بشكل مباشر عدالة قضية المغرب، قضية الصحراء المغربية. أمر آخر، لما نشوفوا إنجازات الأبطال المغاربة على مستوى خصوصا في كرة القدم، ونشوفوا الأبطال يحملون قمصان عليها خريطة المغرب كاملة، هذا أكبر ترويج لعدالة قضية المغرب. وبالتالي كرة القدم لعبت دور كبير فيما يخص التعريف بعدالة قضية المغرب بمغربية الصحراء. وتبقى الرياضة هي قوة نائمة ولكنها جبارة في نفس الوقت. إن شاء الله طبعا نحلوها. شكرا جزيلا سي مرحبا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. ثم شهادة تجارية للأستاذ ولي الكبير.